في مدخن بقى، وفي برجر ساده برجر بالبيض كده، واحد بانيه وصوص نصر، وواحد سجق، وواحد كبده، صح؟ انت عمل ايه؟ ربنا عليه صالح الامور والحال بقى ان شاء الله. حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله والله والله. والله وحشني. ربنا يعزك والله. طبعا دي تاني مره اجي هنا، انا اول مره جينا التسجيل اللي احنا صورناه كله راح. ما هو النصيب بس عشان اشوفك تاني. والله النصيب، والله نصيب يا استاذ احمد والله. قول لي بقى، عرف الناس بنفسك. انا ياسر حبيب ابو محمد. ابو محمد. انا في الشغلانه دي بقالي كتير يعني، بعمل عندنا برضو شغل نفس المجال ده برضو في شارع فؤاد، عند اول سد قدام درجه، ده الكلام ده من عمر ما شاء الله. فانا يعني في ولاد عمامي اللي واقفين فيها حاليا دلوقتي، وكان ليا برضو عربيه تانية بتاعت انا واخويا برضو قدام النادي، قدام البوابه الرئيسيه، قعدت فيها برضو عمر. احنا بنعمل ايه على العربيه بقى؟ انا بعمل مثلا عندي حوالي 40 صنف، عندي سجق 40 صنف؟ الله اكبر، يعني حلو وحادق. ايوه، عندي بتاع سجق صوابع، عندي كبده، عندي سجق اسكندراني، عندي سجق مدخن، عندي شيش، عندي بانيه، عندي برجر ساده، عندي برجر بالبيض، عندي برجر ميكس، عندي كل ده انت اللي بتعمله؟ عندي بلوتوث. كل ده بتعمله بايدك انت؟ كل حاجه بعملها بايدي، حتى اي تجهيز في الشغل انا بجهزه. الخامات بتاعت الحاجات الكبده والسجق والكلام ده انت بتجيبها؟ انا بجيبها من تحت، من السوق، من تحت، من باب اللوق او سوق. في منها طبعا درجات انت قلت. لا الحمد لله، انا يعني بحاول اشتغل انضف حاجه برضه عشان يبقى المكان سمعه ان شاء الله. بحاول ان انا اجيب يعني الحمد لله رب العالمين والله بامانه يعني، بحاول ان انا اجيب انضف حاجه بحيث ان انا برضه يعني اكسب زبون. جميل. بقالك كام سنه هنا على العربيه؟ انا حاليا دلوقتي انا كان ليا عربيه تانية كنت انا واخويا فيها بقالي بتاع 13 سنه، لكن العربيه دي داخل فيها في سنه كده. هنا في المكان ده. قول لي احنا واقفين فين بقى؟ انا في شارع احنا في مدينه نصر الاول؟ مدينه نصر. تمام. ابو داوود، شارع ابو داوود الظاهري. ابو داوود الظاهري امتداده يعني بجوار شارع حسن مأمون. انت قدام عند مستشفى بدايات على طول. اجي عند مستشفى بدايات هلاقي الحاج ياسر معلم تكاوي السلطان. مين اللي سمى اسم السلطان ده؟ والله انا خدت الاسم بكده بقى واشتغلت عليه. حلو الحمد لله. الله اكبر عليك. الاصناف اللي انت بقى قول لي بقى، ان احنا قلنا كبده وسجق مدخن وشيش طاووق وفراخ بانيه وبرجر ساده وبرجر بالبيض، وعندي حلو، وعندي سكالانس عادي، قشطه مربى حلاوه عسل، سكالانس، سكالانس نوتيلا، سكالانس موز، سكالانس قنبله. ده انت بقى عامل ده المنيو كله غني. لا الحمد لله. المنيو رهيب يعني. ما انت ممكن برضه تشوف اللقمه اللي بتشتغل بيها بقى ازاي؟ وريني. ما شاء الله دي اللقمه فاضيه. ممكن اعمل لك واحد برجر بالبيض برضه. هنعمل هنعمل لك واحد كبده وواحد برجر بالبيض وعلى هوايه. ماشي. انا سايب لك نفسي بس خلصان. قول لي بقى السندوتشات اسعارها ايه؟ انا عندي الكبده والسجق ب 10. كبده والسجق ب 10. وعندي شيش طاووق وفراخ بانيه 25. حلو قوي. ماشي. وعندي والسكالانس ايه؟ والسكالانس قشطه مربى حلاوه عسل ب 10. قشطه حلاوه مربى عسل ب 10 جنيه. السكالانس يعني الناس تيجي تفطر وتتغدى وتعشى عند المعلم ياسر ان شاء الله. لا ده حاجه جامده. طبعا انت في مدينه نصر هنا، هو ما شاء الله عربيه سوزوكي ونظافه وجمال، الراجل واقف بشياكه جدا في المكان ده بصراحه. فانت بتحافظ على المكان اللي انت واقف فيه طبعا يا حاج ياسر. ما لازم تحافظ عليه، واهم حاجه النظافه ومظهرك كله لازم يكمل بعض. بص بقى بيعمل ايه. بص اتفرج بقى، اتفرج على البيض بقى، كله لازم يكمل بعضه، فما ينفعش لازم كله يكمل بعضه. ايوه انا بوري الناس كده وانت شغال. مين اللي بيقف معاك هنا؟ انا محمد ابني، ومعايا طبعا حماده. محمد في الجيش ولا ايه؟ محمد في الجيش بس نزل اجازه ان شاء الله. ونزل معايا دلوقتي شغال. يعني انت 24 ساعه فاتحه العربيه؟ 24 ان شاء الله. ومعايا برضو حماده يعتبر ابني الكبير. حلو. شغال برضو معايا. انت بتعمل لي همبرجر بالبيض دلوقتي؟ ايوه اعمل لك همبرجر بالبيض واعمل لك واحد كبده. الله اكبر عليك. يعني العربيه فيها جريل متجهزه من كل حاجه. اجيب لك ايه يا برنس؟ تشيل ولا بلدي؟ لا بلدي. في حاجه بتضايقك ولا الدنيا؟ والله يا ماشيه في الاول وفي الاخر بستر ربنا يستر عليك. ما طبعا وقفه الشارع دايما بتبقى فيها حاجات صعوبات. انا بقول لك انا لخصت لك الكلام كله في كلمه واحده. يا ماشيه بستر ربنا الحمد لله. انت بتعمل بلدي وفيلو كمان اهو. لا 100 100. بص البلدي بكام بقى؟ البلدي ب 12. 12. حبيبي عبد اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عبد الرحمن ها؟ انا شايفك ما شاء الله بتجيب حاجتك كلها من الحاج ياسر يعني. انا شغال هنا برضه. شغال ايه بقى؟ شغال في شركه مستلزمات طبيه. يعني انت زبون دائم هنا؟ اكيد طبعا. ايه رايك في الاكل؟ هو بامانه يعني جربته مره، صديقي قال لي يعني في شخص هنا يعني بيعمل حاجته نظيفه وكده، انا كنت شاكك، ما انا ما باكلش بعربيات كبده اصلا. تمام. جيت ودقت وشفت حاجته. عامه اهم حاجه عندي النظافه. وده اهم حاجه عند كل الناس. 2 كبده وواحد سجق مدخن. اهم حاجه عند اي حد هو النظافه بصراحه. الراجل ما شاء الله حاجته حتى المكان فيه واقف زي الفل. منظم جدا في شغله، يعني حتى شكل العربيه تفتح نفسك حتى من غير ما تاكل.
قول لي انت مسمي الاف 16 ده وفي حاجات تانية نفس المسميات دي كده؟ في حاجه اسمها مولوتوف بقى. ايوه قول لي بقى. بياخد ما بيض انت وجبنه مسمي رومي. الحاجات اسماء غريبه. بياخد بيض وجبنه رومي. حاسس ان احنا في حرب اصلا. لا يا عم خلاص. ماشي يا عم. وفي بياخد بيض وجبنه رومي تمام. وسجق مفروم وزيتون مخلي زيتون اخضر. اغلب زباينك من انهي شريحه؟ يعني كل يعني والله يعني الحمد لله يعني من يعني كل الطبقات بامانه يعني. كل الطبقات بتيجي تاكل هنا الحمد لله والله. يعني انت بتمسك من الفتره من الساعه كام للساعه كام؟ الشيفت بتاعي من 9 بمشي 9. انت بتجيب الميوه معاك وانت جاي بقى؟ بجيب حاجه يعني طازه فريش بفريش. انت كده 8 خد من هنا بجنيه على طول صح حبيبي. بصوا بقى. ايوه. ايه ده بقى قول لي؟ ده برجر بالبيض يا استاذ احمد وكبده اسكندراني. كبده اسكندراني، احلى برجر بالبيض واحلى كبده اسكندراني. طبعا انت ما شاء الله برضو في ترابيزه صغيره اللي عايز يجي بالظبط. ايوه الحمد لله برضو بحيث برضو ان ايه ما يعملش اي يعني اي قلق. يقعد بالظبط بالظبط يعني التيك اواي يعني. انما هو التيك اواي برضو الناس بتاخد حاجتها وتمشي. بص بقى السندوتش بتاعه عامل ازاي. بصوا السندوتش وقطعه 3 كده، ودي اول مره اشوفها انا السندوتش يكون مقطوع 3 كده، حاطط رق منهم البيض وتحت البرجر، وما شاء الله حاطط الصوصات بتاعته مظبط الدنيا على الاخر. 010 6 7 8 5 1 4 5 2. ده رقم المعلم ياسر هنا في تيك اواي السلطان. اي حد هيتوه يجي على طول على رقم التليفون ده. قلنا 75. التتبيله بتاع الكبده ليها تتبيله خاصه؟ هي التتبيله بتاعت الكبده هي روح الكبده توم. انا شفتك نزلت بالزيت الاول عشان اعلم الناس كده حته نغششهم. الزيت بعد كده تحط لمؤاخذه التوم. حلو. تقوم منزل بالكبده وتقوم منزل بعد كده بالبهارات بتاعتها زي كمون وفلفل وبهارات. انا بستعمل 7 بهارات، في بهارات لوحدها وفي 7 انا بس هحاول برضو اجيب ال7 بهارات على طول انت. الحمد لله يعني. حلو. بس كده. وبعد كده تقوم حاطط الفلفل بقى وتستوي واحده كده لغايه ما تستوي ان شاء الله. ما تبقاش طماطم. لا طماطم لو طماطم على الجريل بقى بتاخد بصل وطماطم وفلفل. ونفس كل الناس اي حد هينزل مدينه نصر يجي هنا شارع ابو داوود الظاهري عند مستشفى بدايات، هو قدامها على طول العربيه بتاع السلطان. راجل محترم جدا والله، مش عشان هو واقف، بجد راجل محترم جدا وودود وضحكته دايما في وشه. ربنا يعزك. واسعاره كمان حلوه جدا واكله كمان حلو جدا. تعالوا جربوا هنا الاكل والله ما هتندموا. الكبده بقى بصوا بتاعت المعلم ياسر، بصوا الكبده عامله ازاي. بسم الله. احلى حاجه عنده الفلفل ده. النفس يا عم ياسر والله. ربنا يعزك. الله يعزك والله العظيم. ربنا مبارك لك ويبارك لك في لقمتك. ماشيه ببركه ربنا والله الحمد لله. مفيش يوم انت نزلت ما الدنيا ما اشتغلتش. والله بص الرزق مش فلوس بس، الرزق يعني في زوجه، في راحه بال، في ولد، في بتاع، في صحه. الرزق مش فلوس بس يعني. الحمد لله. انما انت بتشوف ان الدنيا ربنا سبحانه وتعالى مرضيك. بص يعني الحمد لله ارضى ما يسمى بيه ربنا يكون اغنى الناس. يعني الحمد لله عن يقين يعني. ساعات بتمشي شويه ساعات بتزنق شويه، في الاول وفي الاخر برضه الواحد بيقول الحمد لله. يعني يوم كده ويوم كده وهي ماشيه. يعني الرزق مش فلوس بس والله، الرزق في راحه بال زي ما قلت، في ولد، في كل. الحمد لله. الرزق عمره ما كان في يوم بكتر المال، في حد رزقه في صحة وحد رزقه عال، وفي حد رزقه في سترة ورزقه راحة بال. يعني الكمال لله مبدل الأحوال، كل ما يرضى العبد بيزيد من هداه. فين هو يا عم؟ عامل ايه الاول؟ اخبارك ايه؟ منين يا حبيبي؟ السودان. اجدع ناس. منين؟ من السودان. خرطوم. من الخرطوم. ده من العاصمه يا عم. بص هنا طبعا عشان الناس تشوفك. اعمل لهم اهو. جاي تاكل ايه؟ احلى كبده والله يا صاحبي. احلى كبده. احلى كبده. علي صوتك يا زول. ماشي. الحمد لله. اخونا من السودان ده بقى. اهلا وسهلا. اسمك ايه؟ احمد. ده انت زيي يعني. ايوه. انا احمد برضه. بقالك قد ايه في مصر؟ بقالي 4 سنين. وداخل على الكبده على طول؟ لا انا مدمن كبده اساسا. والله. هو الحج ده اللي خلاني ادمن الكبده بس الصراحه. ما فيش في السودان الكبده دي. لا في، بس مش بنفس الطريقه دي. لا. بيعملوها ازاي في السودان؟ في السودان يعني مش سندوتشات ولا الكلام ده. يعني بتعمل في اطباق. حلو. طبعا. يعني بس صراحه السندوتشات دي لقيتها هنا في مصر. دي حلوه؟ حلوه. انا ادمنت الكبده على الراجل ده والله صراحه. شفت يا عم ياسر جالك يا زمان من السودان. ما شاء الله عليك. ناس يا اخي متغربين عن بلادهم. عشان كله عشان لقمه العيش. عشان لقمه العيش.
ورزق في ارض ربنا كلها والله يا عم يرزقكم ياسر. في السماء وما توعدون. صح، مش في اي مكان. لا الحمد بس لله. الواحد يسعى بس. بالظبط. ودي رساله لكل الشباب والله، ان الواحد ما يعتمدش ان هو انا قاعد مستني وظيفه لا، انزل اشتغل اي حاجه في الوقت اللي احنا فيه ده، ربنا هيكرمك ويرزقك، لان الرزق سبحان الله بالسعي. ربنا قال ايه؟ نسعى وربنا اللي عليه الرزق، انه في السماء رزقكم وما توعدون. احنا نسعى بس والرزق عند ربنا سبحانه وتعالى. بأمانة انا عايز والله. بس اقول حاجه والله. اتفضل. سبحان الله والله، الناس رزقها في وشها زي ما بيقولوا. ربنا الراجل يعزك، تشوفه ربنا عم يعزك ياسر والله، ده، ربنا يعزك. انا من اول ما شفته وانا ارتحت له. ربنا يبارك في عمرك. للقمته ولنظافته ولشياكته، والراجل ما شاء الله واقف على العربيه بتبرق عشان هو واقف فيها طول عمرها كده. يعني انا باجي بالصدفه، والنهارده كمان جيت له بالصدفه والله من غير ما اكلمه. لا والله بص، لقيت والله نفس نصيب. الشكل ونفس النظام ونفس الحاجه عند الحاج ياسر. ربنا يا رب يبارك لك يا عم الله ياسر، يعزك، الله وانا يعزك. اتشرفت بيك يا والله حبيبي. والله العظيم ربنا يبارك ربنا يبارك في الله عمرك. يعزك ويسعدك. تسلم لي يا عم ياسر، ربنا يبارك لك. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي حبيبي. تسلم. وفي اخر الفيديو ما تنسوش السبسكرايب واللايك وشير عشان نوصل لكتير. سلام.